بيقول لك بيومي فؤاد اتقبض عليه او هيتقبض عليه وهياخد سنه سجن ومش عارف كام غرامه عشان الناس جابوا له من 3 سنين لقاء مع شريف منير وبنته، وحكى فيه قصه ان هو بوظ لوحه اثريه وحاجات شبه كده. الجمهور المصري ما بينساش. تخيل اتقدم فيك بلاغ من 3 سنين، شوف الناس نسيته عشان كانوا بيحبوه، ولما قلبوا عليك قضيه. عجبا لكم ايها المصريين. واللي زاد وغطى بقى عبيد محمد صلاح فخر العرب. عايزكم في كلمتين. من كام يوم على الفيسبوك عندي نزلت بوست عن بعض المنتجات اللي دخلت المقاطعه، وزودت معاهم منتجين من وجهه نظري المفروض يتضافوا لحمله المقاطعه دي. مش ده الغريب في الموضوع، الغريب ان الناس شيلت بيومي فؤاد لوحده الليله كلها، الجمل بما حمل زي ما بنقول. استغربوا قوي، انا ليه مقاطع ده؟ انا حر يا عم، ده رايي ومحدش خالص ملزم انه ياخد بيه، لكن انك تكون عبد لشخص من دون الله هي دي الكارثه. فاستهدوا بالله كده، تعالوا افهمكم بالراحه ايه الفرق بين مشجع وجمهور وبيك فان وعبد للمشاهير. طبعا في البدايه كده عايز اوضح ان الفيديو ده ملوش اي علاقه بالقضيه ولا ليه اي علاقه باي حاجه بتحصل دلوقتي. الفيديو ده معمول عشان ثقافه شعوب للاسف الجهل اخد منها كتير جدا ولسه هياخد اكتر، ده طبعا لو ما فوقناش نفسنا. فاللهم اني احتسب هذا العمل عندك. مبدئيا كده محدش فينا بيختلف عن ان محمد صلاح حريف ولاعب كره مميز جدا، لكن احنا مزودين شويه وملقبينه بفخر العرب، وهو موافق على اللقب ده ومية مية والدنيا حلوه. فانا مشجع ومحب وبيك فان لمحمد صلاح طبعا. والغلطه اللي كتير قوي مننا غلطها انه اداله اكبر من حجمه وانه يلقبه بفخر العرب. محمد صلاح مجرد لاعب مصري محترف بالخارج. طيب ليه ندمانين بقى؟ لما نيجي نشوف مجدي قفشه اكيد نندم ان مش هو اللي يبقى فخر العرب. محمد صلاح مجرد لاعب مصري محترف بالخارج. لما اشوف اللاعب المغربي انور الغازي اللي ضحى بالعقد بتاعه في ماينز الالماني اكيد اندم ان مش هو ده فخر العرب. محمد صلاح مجرد لاعب مصري محترف بالخارج. لما اشوف كريم بنزيما مرفوع عليه قضيه في فرنسا عشان يتسحب منه الجنسيه عشان دافع عن القضيه اكيد اندم ان مش هو ده فخر العرب. محمد صلاح مجرد لاعب مصري محترف بالخارج. بس بالعقل يا ريت نعقلها، لكن عبد محمد صلاح مش هيشوف ده. عشان انا مستغرب الناس اللي بتقول لي انت ليه بتقول علينا عبيد محمد صلاح، لان كل يؤخذ ويرد عليه الا الله ورسوله. محمد صلاح مجرد لاعب مصري محترف بالخارج. فلما انزل لك بوست وتشتمني عشان خاطر واحد قول رايك فيه. في ناس لما شافوا البوست ده عندي قالوا صلاح راجل محترم. تمام، رايك يحترم. انت بتحور يا عم، ده صلاح ما عملش حاجه. طب تمام، مسميه فخر العرب ليه لما هو ما عملش حاجه؟ كل ده ما عنديش مشكله فيه انك تبقى مختلف معايا في الراي، لكن لما تغلط فيا عشان خاطر محمد صلاح انت بتعبده. شفتوا بقى الفرق بين المشجع والبيك فان والعبد؟ محمد صلاح مجرد لاعب مصري محترف بالخارج. مفيش حاجه في الدنيا تديك الحق انك تشتم واحد قال رايه في حد انت بتحبه، الا لو قال راي مخالف او راي مش كويس في اخوك في ابوك في امك في اي حاجه من الحاجات دي. في الحاله دي يعني بتدافع عنه بشكل اعمى، حتى لو اللي انت بتدافع عنه دوت هو اللي غلطان او مش كويس، ده حد من اهلي. في الحالات دي بس ممكن تاخد الحق ده. لكن لما تبقى واحد يعني ما تربطكش بيه اي حاجه ولا هو يستنضف يبص لك اصلا، فما اعتقدش ان دفاعك عنه ده بيتبرر باي حاجه الا انك عبد ليه. محمد صلاح مجرد لاعب مصري محترف بالخارج. هفكركم تاني، كلا يؤخذ ويرد عليه الا الله ورسوله. فلما تحط حد في نفس المكانه بتاعت الله ورسوله يبقى انت عبد ليه برضه. اعتقد رايي معروف جدا في صلاح من زمان، وزي ما قلت لكم اللي قال لكم في 2013 انتوا اقوى من المخدرات بيعمل اعلانات لبيبسي وكولا اللي الماده الاساسيه فيهم هي الكوك، يبقى المفروض ان انتوا تعرفوا ان صلاح اتغير كتير، وده شفناه على مدار السنين اللي فاتت. يعني شفناه عمل افعال وبيعمل حاجات وبيلبس حاجات غريبه وبيحتفل بحاجات اغرب، كل ده عديناه له والدنيا يعني عدت معاه، بس بيخسر شعبيه كبيره قوي من موضوع فخر العرب ده. وعلى سيره بيبسي وكولا طبعا اللي هي اول منتجين بيتحطوا في اي مقاطعه من المنتجات، محمد صلاح صاحب نصيب الاسد في الحملات الاعلانيه بتاعتهم اصلا، فما اعتقدش ان لقب فخر العرب دوت بقى لايق عليه دلوقتي. محمد صلاح مجرد لاعب مصري محترف بالخارج. ثانيا ما ينفعش فخر العرب نتحايل عليه علشان يقول رايه في القضيه، المفروض هو يكون سباق بالخير. يطلع لي واحد من العبيد بتوعه يقول لي يعني ما هو بيبعت مساعدات وبيبعت تبرعات. طبعا مش عايز اقول لك يعني اديني دليل على اللي انت بتقوله، بس هقول لك على حاجه بما انك يعني همثل لك موضوع المساعدات ده بحاجه.
فاكر انت العماير اللي بتتبني ويتبني تحتيها جوامع ومساجد وحاجات شبه كده زوايا والكلام ده؟ عارف ده بيتعمل ليه؟ عشان لما مؤاخذه صاحب العماره ما يدفعش عوايد، ما يدفعش ضرايب على العماره دي. وده هتعرفوه لما تتفرجوا على فيلم اسمه عمارات المدابغ او عماره المدابغ، حاجه شبه كده، فيلم لعادل ادهم، يعني النجم عادل ادهم طبعا. فمعلش انا اسف، ايه المشكله اما اعمل مساعدات بمليون دولار بدل ما ادفع مليار دولار ضرايب؟ فقصه المساعدات ديت فيها كلام. المهم خلينا في موضوع لقب فخر العرب ده. اعتقد مش من المنطقي ان انا اسمي واحد فخر العرب واتحايل عليه يتكلم عن القضيه دي، وانا بتحايل عليه ناس تانية تفتكر ان هو ما اتكلمش عشان خاطر هو عارف انه لو اتكلم عن الناس دولت اللي هو المفروض يتكلم عنهم هيبقى يعني غلطان، فعشان كده هو ما اتكلمش لحد دلوقتي. زي ما انتوا هتشوفوا في البوست بتاعه او التعليق اللي على البوست بتاعه، واغلب التعليقات هتلاقوها من النوع ده اصلا حتى بعد ما نزل الفيديو الطري قوي بتاعه دوت. دي حاجه. الحاجه الثانيه، بما انه فخر عرب، ما اعتقدش ان يعني ممثله هونجا بونجا تبقى فخر العرب اكتر منه. وزي ما شفنا ميا خليفه ضحت بعقدها مع اكبر شركه انتاج لافلام الهونجا بونجا بلاي. اقسم بالله يا جدعان ما اي فرقعه ولا اثار الجدل ولا حاجه، خشوا على البوست بتاع ميا خليفه، والله الناس كاتبه لها في الكومنتات كومنت انا لاحظته بالذات يعني من واحد هندي، يعني اما قريته كده لو ترجمته هتلاقي الراجل بيقول لها انا همسح كل فيديوهاتك عشان ما تشيليش ذنب، انا همسحك من البلاي ليست بتاعي علشان ما تشيليش ذنوب، انا مبسوط بيكي جدا. انتوا متخيلين يا جدعان ممثله افلام هونجا بونجا ممكن تغير في الناس قد ايه؟ اقسم بالله بمليون زي محمد صلاح دي تيجي تقول لي فخر عرب. نفس الوقت اللي بتسموه فخر العرب بيلبس التيشيرتات اللي عليها اللوجو بتاعهم، يعمل لهم اعلان يا نجم، خليكم نايمين في ميه البطيخ. وثالثا وده الاهم، مش ميا خليفه بس، حتى بتوع الهونجا بونجا بتوع البرنامج بتاع الاونلي والتيك توك والحاجات اللي شبه كده، بتوع الهونجا بونجا برضه زي اللي انتوا هتشوفوها دي كده. طبعا يعني اغلبكم عارفين هي قصدها ايه بالمحتوى بتاعها، هو لا طبخ ولا نيله، بس عملت ايه في الاخر؟ ضحت بده كله واتكلمت برضه عن القضيه. Israel, which claims that they're the most embattled country, thinks that they need to bomb a hospital. And I know I don't usually share my emotions because I want to separate my emotions from facts, and I only want to share facts with you guys. Pro-Israeli websites are saying that Hamas bombed their own hospital because they can't even explain to the world why they would bomb a hospital. But then I was thinking, they always say that they need to defend themselves, right, against Hamas? You need to defend yourself, one of the best militaries in the world, against someone that bombs themselves? That's who you need to defend yourself against? Be smart and wake up. Videos of the hospital yesterday where children were playing outside. Now all those children are dead. There was international outrage over 40 fake babies. Where's the outrage now? Over 1,000 are dead. You're just quiet. All these I support Israel, pray for Israel. Where's the praying for Palestine and Gaza? Justin Bieber, LeBron James, Kylie Jenner, and the list goes on. Where are you? فانا متفاهم جدا الدفاع الاعمى، لانك عمرك ما هتكلم عبد وتقول له الهك في حاجه غلط، استحاله هيتقبل منك الكلام ده. فاعذروني يا جدعان بقى على موضوع العبوديه ده. محمد صلاح مجرد لاعب مصري محترف بالخارج، وطبعا انا عمري ما اقول كده على حد مجرد مشجع او حد بيحب محمد صلاح او بيحب لعب محمد صلاح. طبعا يعني الناس اللي قالت لي هو محترم، والناس اللي قالت لي ان هو لعيب كويس وان هو مشرف مصر، دول ما اقدرش اتكلم عنهم ولا اقدر اقول عليهم عبيد ولا الكلام ده، لان ده المفروض الطبيعي. محمد صلاح مجرد لاعب مصري محترف بالخارج. حتى لو قل على فكره عبيد محمد صلاح دولت يعني بقوا قليلين قوي. انا لو كنت نزلت بوست زي دوت من 3 4 5 شهور من سنه مثلا، كان اللي هيدافع عن صلاح قليلين، لكن اللي دخل دلوقتي دافع عن محمد صلاح 20 واحد وسط 300,000 واحد عندي على الصفحه. فاعتقد الفرق باين لاي اعمى يشوفه، لكن العبد عبد وعمره ما هيقبل باي كلمه عن الهه. طبعا الناس طبعا ممكن تفتكر ان انا هتكلم على بيومي زي ما اتكلمت على صلاح، بس هي الفكره مش كده. الفكره ان احنا شايلنا بيومي فؤاد يعني الليله كلها. الناس لما زعلت منه طبعا، لما كلنا شفنا يعني زعلوا منه عشان هو عمل موقف مش قوي يعني. اقسم بالله احنا مش بتوع فلوس، اقسم بالله
كان ممكن تعمل اللي انت هتعمله من غير ما تتقدم في اخر العرض وتقول الكلمتين اللي انت قلتهم دول. يعني كان لو كنت متداري كان يبقى افضل. بس بما ان الناس شيلته الليله، اعتقد ان هو كان معاه ممثله معروفه جدا اسمها مي عز الدين، ومعاه سليمان عيد، ومعاه الواد اللي هو طلع في اخر جزء الكبير قوي بتاع احمد مكي اللي عمل دور ابنه اللي هو الواد الكبير ده، ومعاه 2 3 ممثلين مغمورين بس ان شاء الله هيكونوا مشاهير في يوم من الايام. هل هتفضلوا فاكرينهم كده؟ هتفضلوا فاكرينهم او هتعاملوهم معامله بيومي فؤاد ولا لا؟ ما هو لو مش هنعمل كده يبقى ما نشيلش بيومي فؤاد الليله. ومحمد انور ده بقى ليه قصه لوحده يعني. ازيك يا اصيل؟ عامل ايه؟ حبيبي يا اصيل، انت فين؟ انت مش اصيل ولا ايه؟ ما جيتش ليه؟ هو ليه يا جماعه انتوا اللي اتحطيتوا في الصوره؟ عشان انتوا ناس مشاهير، انتوا اشهر ناس. هي الفكره مش ان الجمهور غبي قوي كده، لا، هي الفكره كلها ان انت لقبت نفسك فخر عرب، وانت بدل ما تقضي المسرحيه في السريع سريع ومن غير ما حد ياخد باله، طلعت وتصدرت المشهد بكلام الناس وصفته انه كلام متخلف جدا، وخليت الناس تفتكر لك حاجات من 3 سنين. يعني افتكرت لك لقاء انت عملته من 3 سنين مع شريف منير وبنته، برنامج انا وبنتي تقريبا، وجابوا لك كلامك عن اللوحه اللي انت بوظتها وتقدم فيك بلاغات تبديد ممتلكات عامه. يا نهار اسود، حاجه خطيره. طب ما فيش لوحه بنعملها بشغل مقتنيات. نزل يا ابني اللوحه، انت جديد ولا ايه وبتاع، والتريقه والهزار والحاجات. وفي بنات وافق. استاذ بيوم حضرتك مش هتسى. وبعدين حط اللوحه، وحط اللوحه. حصل ايه بقى؟ وحشتنا اللوحه. المهم في الاخر الرساله اللي عايز اوصلها بالفيديو ده لحضراتكم ان في شعرايه بسيطه جدا وصغيره قوي وتقريبا مش متشافه بين المشجع وعبد المشاهير. عباده المشاهير دي بقت حاجه معروفه جدا اليومين دول. انا في فيديو استغربت جدا لما شفته، بس للاسف الفيديوهات ديت اتبعتت لي وكانت متاخده من لقاءات تلفزيونيه وتقريبا كانت على الهوا وحاجات منشوره على السوشيال ميديا بتؤله اشخاص بعينهم، زي ما هنشوف كده مع بعض دلوقتي. يا أتباع محمد بن سلمان، لدرجة الكفر هذه وصلتم؟ أحد أتباع محمد بن سلمان كاتب وسع كرسيه السماوات والأرض، شيعة محمد بن سلمان وحط هذه الصورة. أعوذ بالله من الشرك. أحد مطبعي ابن سلمان كاتب صلوات الله عليه، والله لو ولي الأمر أمر بي كذا وكذا لقلت سمعا وطاعة. أعوذ بالله من الدياثة. شوفوا إخواني، غصبا عنك وعن نبيك محمد بن سلمان سبحانه وتعالى، اللهم صل وسلم على محمد بن سلمان، وصلتم لهذه. خد من ده بقى على اغلب مشاهير العالم، ما تشتريش مني، نقي وعاين قبل ما تشتري مني، وروح دور ورايا ودور على اغلب عبدة المشاهير والصفحات بتاعت المشاهير. في الفرق بين عبدة المشاهير والفانز بتوعهم، تلاقي شعرايه بسيطه جدا وهتلاقي في وسط الفانز عبدة المشهور ده، ودي موجوده عند ناس كتير جدا ومشاهير كتير جدا وصفحات منتشره وكتيره جدا 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 جدا. مش محتاج ان انا اجيبها لك، انا عامل لك الفيديو ده عشان اقول لك ان انت واحنا وسطينا ناس من عبدة المشاهير دول، وممكن يعملوا حاجات لا يصدقها عقل في سبيل المشهور ده. في نفس الوقت الفيديو ده برضو عشان احذر اغلب المتابعين للمشاهير او الفانز بتوع المشاهير دول ياخدوا بالهم ان مش اي حد يعترض على المشهور ده هو كده بيهين حضرتك، هو ملوش دعوه بيك اصلا. انت بس من حقك انك ترد غيبته او تقول عنه اي حاجه كويسه بشرط يكون معاك دليل عليها، مش اي كلام وخلاص، ولا انك تشتم اللي بيعارض المشهور بتاعك ده، لانك في لحظه بتتحول من مجرد متابع او فان او اي حاجه للشخص ده لعبد. اللهم اني قد بلغت، اللهم فاشهد. كان معكم عمو ريشه، اللي مش عاجبه العيشه ولا اللي عايشينها. السلام عليكم. محمد صلاح مجرد لاعب مصري محترف في الخارج. احنا بنقدم فن، احنا بنتعب وبنشقى عشان نقدم فن، مش عشان نيجي نضحك. لو الموضوع كده يبقى في فنانين من ايام نجيب الريحاني لغايه محمد انور المفروض ينتحروا. احنا بنقدم فن. تحياتي لحضراتكم يا فندم. اصل الحكايه مش معضله، بحبه اراده تتحل المشكله.